السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حياه شانيت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وصفتنا لهذا اليوم كما وضح في الصوره سيجار معمرين بالجبن والمعدنوس. نبداو على بركه الله بالمقادير. في واحد لوبول وضعت صفار بيضاء، جبن طري انا استعملت هنايا الكليله الطريه، معدنوس، جبن فيلادلفيا، فلفل اسود او ابزار وملح. في لوبول اللي فيه صفار بيضاء غنضيفوا عليه الجبن الطري او الكليله اللي استعملتها طريه، زائد واحد 3 ملاعق حتى 4 ملاعق ديال المعدنوس، زائد واحد الكميه ديال الجبن فيلادلفيا 3 ملاعق حتى هي 4 ملاعق، زائد واحد كميه قليله من الملح، واحد كميه قليله من الفلفل الاسود او ابزار. نخلطوا الحشوه جيدا حتى كيتجانسوا مع بعضهم. كنخليو الحشوه جانبا وكنمروا لهاد الورقه اللي انا استعملتها جاهزه، الورقه من الحجم الصغير اللي كنقسمها الى نصفين. كنوضعوا الجهه الخشنه من الفوق والجهه الملساء في الاسفل. كنستعنوا دائما بالزيت. هنايا ما تصورت ديك اللقطه، كندهن الورقه بالزيت وكنوضع واحد الكميه من الحشوه. كتجي لذيذه هاد الحشوه صدقوني ولا ألذ. كنلفوا بطريقه بالسيجار على طريقه شكل سيجار، وكنلفوا حتى فيما بعد كنكملوا الكميه كلها وكندهنوها بالماء وفرينه. كنستمر بنفس الطريقه، الجهه الملساء من الاسفل والجهه الخشنه من الفوق، وكندهن بالزيت وكنوضع واحد الكميه ديال الحشوه وكنلف على شكل سيجار. ممكن تعوضوا الجبن ديال الكليله، انا اللي استعملت انا الكليله الطريه او الجبن الطري، ممكن تعوضوه بجبن الفته، يعني الوصفه الاصليه كتكون بجبن الفته، انا متوفر ليش. انا كنعاود معكم شحال من سيجار. ومن بعد غادي نلصقوهم بالماء وفرينه كما قلت حتى كنكملوا الكميه كلها. مباشره كنقليوهم في الزيت. ولا بغينا نحتفظوا بلي سيجار كنحتفظوا فيهم في المجمد بدون قليب بطبيعه الحال. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي انا بغيت نقليها. اللي كتحمر من الجهتين. صدقوني الورقه ديال حتى الورقه ديال اللي كتباع جاهزه كتكون زوينه ولذيذه. حتى الا بغيتوا تستعملوا الورقه العاديه ممكن. نتمنى وصفات اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. وهنايا غادي تسمعوا معايا القرمشه اللي كتجي زوينه.